بص دايبة والله دايبة. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كفتة فراخ بطريقة ان شاء الله هتدمر الدنيا. ان شاء الله هنجيب معانا صدر فرخة هيبقى حوالي في حدود نص كيلو 600 جرام كده، في حدود ديت. هنقطعه قطع صغيرة. بص هنقطعهم بالطول وكان نبدأ نديها مكعبات صغيرة، ده كله عشان هنبدأ نفرمهم مع بعض. هنجيب الكبة بتاعتنا هننزل بقى عليها بالفراخ. هنيجي بقى ب3 قرون اللي هو الفلفل اللي هو بتاع الصوت ده اللي هو مش حامي عادي. نشيل بقى البذر بتاعهم. وفلفلاية الوان بقى. بصلتين صغيرين تقطع برضو 4/4. معانا بقى شويه كزبره. دي بالظبط يعني انت عارفين الحزم دلوقتي بقت بيحط لك عودين كده ويقول لك حزمه، دول بالظبط 3 حزم. هننزل بقى المكونات كلها. هننزل معانا بكام فص ثوم. دي حاجه هنعلي بيها التست، دي حته سمنه كده صغيره نطلع منها بقى احلى تست. ننزل بمعلقتين سبع بهارات، ثوم باودر وبصل باودر. هننزل بقى بفلفل اسمر. ننزل بقى بالملح بتاعنا. سن الزيت. بسم الله. طبعا هنبدا بقى نديها واحده واحده عشان خاطر ما تبقاش تقيله على السكينه. طبعا بصوا حاجه زي الفل. ننزل بقى بشويه زيت معانا كده يسلك المسائل. بص بالظبط نكورها الاول وبعدين نبدا نديها شكل الطعميه او البانيه، يعني البانيه اللي هو بيتباع مجمد ده. نيجي الطاسه بتاعتنا وننزل عليها بشويه زيت بسيط جدا، يعني حاجه بص بسيطه جدا جدا جدا. هنا برضو خلي بالكم هنا هتنزل الدهون بتاعتها. بصوا حاجه بسيطه جدا يعني. دي بقى الكميه كلها اللي طلعت لنا، يعني حوالي نص كيلو صدور فراخ مع بقى المكونات اللي احنا حاطينها. نبدا بقى نطلع. بصوا هي بتاخد وش بسيط كده، هي اصلا ما بتاخدش سوا كتير يعني. نعمل بقى الرز بتاعنا. معانا حوالي نص كيلو رز بسمتي، نصفي الميه بتاعته منقوع بقاله نص ساعه بالظبط. ننزل بتوت زيت. ننزل بالرز بتاعنا. معانا بهارات كبسه، سنه قرفه، سنه لون الزعفران. ننزل بقى بميه مغليه. طبعا بقى الرز البسمتي بيبقى الميه بتاعته مضاعفه عن الرز البلدي، فطبعا هنغطيها بزياده شويه. طبعا بقى الرز بتاعنا اهوت. ننزل بقى بشويه بقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم. بص دايبة والله دايبة.
دي خرافة 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 خرافة، حاجة بطعم النصر كده.